عايزه اقول لك على حاجه يا حبيبتي. ليه بمناسبه برضو الملعب ليه آه ليه موضوع ثانكس والحاجات دي انا قلتها قبل كده، بس انا برضو في حاجات لما تلاقوني بعيدها اعرفوا ان هي فقعاني قوي وتعباني نفسيا ان هي موجوده كتير في المجتمع قوي، اوفر. الموضوع بقى اوفر قوي، والبنات بقت فيك قوي، مش كل البنات طبعا. يعني ليه يا حبيبتي ثانكس؟ ليه يعني ليه الاصطناع؟ يعني ليه مثلا مش شكرا؟ ليه يو ويلكم؟ ليه ما اقولش مرحبا بالعربي؟ ليه مثلا؟ خدوا بالكم في ناس بتبقى مش فاهمه، يعني فده برضو في حد ذاته عيب. يعني لما تبقي قاعده مثلا، عايزه اقول لكم على حاجه مهمه قوي، تبقي قاعده في ميتنج، او بلاش ميتنج برضو عيب، في اجتماع وتتكلمي طول الوقت عماله ترطبي بالانجليزي، وفي ناس ممكن تكون قاعده مش فاهمه. ده مش هيخليكي تكوني ستايل، او الناس لازم تعرف ان انت تعليمك كويس. يعني مش معنى ان الشخص معهوش انجليزي زي او زي غيري ان هو مش ابن ناس او مش ستايل. اوعوا تفتكروا ان انا بقول الكلام ده عشان انا مش فظيعه، لا، في الانجليزي. لكن انا بتكلم في مبدأ. مثلا في ناس من الفنانين، مش كلهم، لما بيستضيفوهم بدون ذكر اسامي، بتقعد تتكلم طول الوقت في اللقاء بالانجليزي، برغم ان المذيع او المذيعه اللي مستضيفاها مصريه او مصري، الجمهور اللي بيتفرج عليها عربي. طب هو ايه الحكمه؟ انا شايفه ان ده نوع من قله الذوق وعدم احترام الجمهور، عدم احترام جنسيتك، ان انت مصريه او عربيه. جميل الواحد يبقى معاه انجليزي، حاجه كويسه جدا على فكره، لكن مش عمال على بطال، ومش في كل الاماكن. زي بالظبط اللبس، يقولك لكل مقام مقال. حتى في اللغه لكل مكان ليه طريقته وليه اسلوبه وليه اللغه بتاعته. مش كل الاماكن ينفع تتكلمي فيها كده، او كل الناس ينفع تتكلمي معاهم بالانجليزي او غيره. لازم تحترمي الشخص اللي قدامك، لازم تحترمي الناس، لازم تبقي عارفه ان في ناس ممكن تكون قاعده مش فاهمه، وده ممكن يضايقهم على فكره. هتقولوا لي مثلا في الشغل لا، ده هو معلش، هو ممكن تكون هي في شركه لازم تتكلم بالانجليزي. هم معلش ثواني بس، هي مش شركه مالتي ناشونال.